من الحاجات اللي بحب افطر بيها جدا هي الوصفة دي، سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. النشويات المعقدة اللي سعراتها مش عالية تشبع كويس قوي، والبروتين معانا بيبقى زبادي يوناني او زبادي عادي، فيبقى كارب معقد وبروتين، ولسه هنحط كمان دهون صحية اللي هي المكسرات. طبعا معانا القرفة دي يعني بحطها في كل حاجة سواء حادق او حلو. وادي الدهون الصحية، هنحط بقى مكسرات، اي مكسرات عندنا، سوداني، عين جمل، لوز، اي حاجة بس تبقى نية اللي هو ما فيهاش ملح. ممكن نحط كمان موز او فراولة او تفاحة، او نكتفي بكده. انا ده عشان بالنسبة لي وجبة فطار فمزودة فيها شوية السعرات، لكن لو بتاخدوها سناك فاكتفوا مثلا بواحدة بطاطا واحدة ومعاها مثلا معلقتين زبادي وخلاص على كده. هتدفيكوا كمان في الشتاء كويس قوي، البطاطا حلوة جدا في الشتاء كمان لو كلتوها سخنة. واللي يحب يحط مع مع يعني حاجة بسيطة كده عسل تحلي ايامنا شوية. وخلاص كده، وانجوي الفطار القمر ده. وطبعا ما ننساش بعد الفطار ناخد الجينجر شوت بتاعنا، عشان زي ما قلت بيعلي المناعة وبيساعد على الحرق، وكمان بيشبعنا لفترات طويلة، وبيخلينا نخف جدا في الشتاء بسرعة.